الحمد لله والسلام عليكم. بس على ميكروفون الكلام. لا ايش على ميكروفون الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ ندويد إن شاء الله رب العالمين بعد رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وإحنا في هذه الندوة خططناها من قبل رمضان، من قبل واحنا في رمضان قصدي، وقلنا نتكلم نعمل ندوة للمرحوم أخونا الأستاذ محمد عبد المولى، وطبعا كل حبايبه موجودين. وقبل ما نبدأ في الكلام عنه نقرأ الفتح الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. زفة العروسة، زفة العريس، فلازم نقول زفة العريس لأنها يعني كلنا عشنا أحداث، والأحداث دي أثرت فينا كلنا. بس أنا كنت جوه الحدث. محمد سيد عبد المولى صعيدي منفلوط أسيوط. يعني زفة العريس دي حاجة عن مصر؟ عن مصر. عن مصر. الاسم بقى حضرتك؟ زفة العريس. بس أنا كنت في الحقيقة جاي أقول لو محمد سيد عبد المولى لو سألوني منين الأصل أكتب اسمك تحيا مصر، وارسم صورتك أميرة في قصر، وارفع إيدي علامة النصر، وارفع راسي رغم الحصر، ولو خيروني ياخدوا عيوني أقول أنا مصري، أنا من مصر. زفة العريس. عيشوا معايا القصة دي. خارج المنافسة يا أستاذ بسرعة، إحنا ورانا حاجات كتيرة فنسرع. هقولها بسرعة. قال الولد لأمه الأجازة خلصت يما، وأنا مسافر بكرة عايزة حاجة أجيبها لك. قالت له تروح وترجع بالسلامة يا ابني، بقلبي وروحي لعيالك. قال لها خلي بالك من صحتك يما، وخلي بالك من ولادك. قالت له خلي بالك أنت من نفسك ومن زمايلك ومن بلادك. ولما الفجر أذن قام البطل سمع صوت بيناديه، لبس بدلته واتوضى، شاف نور حواليه، صبح على أمه وباس راسها والدمعة في عينيه، وسلم على اخواته وحضن أبوه وقبل إيديه. قال له ادعي لي يابا وادعي للوطن ربنا يحافظ عليه. قال له روح يا ابني منصور بإذن الله، وكلنا واعتمدنا عليه، قلبي وربي راضين عنك يا رب ترضى عليه. رجع لأمه يودعها، قالت له روحي وقلبي بيودعوك، الفرحة والزفة مستنياك، وبشرى وألف مبروك، وكل شيء جاهز للفرح، والبركة في اخواتك وابوك. أنا شفتك في المنام بثوب أبيض وزمايلك بيزفوك، والقمر نازل يهنيك والنجوم شالوك، وعروستك في ايديها الحنة وبالورد يهدوك. قال لها خير ان شاء الله يما، كل اللي يجيبه ربنا يا مبروك. كانت لحظات الوداع قاسية والقلب حزين. قال لها ضميني لصدرك يما اشبح حنين. قالت له انت دايما في قلبي يا ضي العين، طمني دايما عليك برسالة او كلمتين، ولما البدر يكتمل وترجع تبقى الفرحة فرحتين، نعلق الزينة وندعي الأهل وكل الناس معفونين. ومرت أيام الغربة والبطل سهران للفجر، حارس على حدود الوطن زي الجبل والصقر، قلبه زي الأسد وعيونه عيون صقر، واقف يغني للبلد غنوة للأمل والصبر. تعيش يا بلدي وتسلمي وتأمريني أمر، بروحي يا مصر أفديكي، وأقدم روحي مهر لحد يقدر يجرحك ولا يقسى عليك الظهر. ولما القمر هل والنجوم ضلت، اتلمت العيلة تجهز والزينة اكتملت، والزهر في الغيطان فتح والنخيل طرحت، ويوم الحنة سمع الأب نغمة للحبيب رنت. قام ملهوف على الهاتف والعيون برقت، وكل شيء في الكون سكن، حتى الطيور سكنت. قالوا له يا ابو البطل يا ابو الشهيد، ملائكة الرحمن صلت، وابنك نداه المولى وروحه للسماء عبرت.
خلينا نواسيك ونهنيك لو القلوب صبرت. نزل أبوه يجري على الطريق وكل المعازيم هلت، سمعوا عالية من جوه الدار صرخت: يا ضنايا، النهارده حنتك وبكره زفتك حلت، تعالى في حضن أمك برد قلبها والدموع انهمرت. كان المشهد رهيب والقلب بكى وانفطر. صرخت الأم وقالت: مين يا حبيبي خانك وغدر؟ عدو ولا خسيس ولا قلبه سواد وحجر؟ خدوا عمري، خدوا روحي وردوا عليه القدر. خدوني أنا، اقتلوني أنا وابعدوا عنه الخطر. ده قلبي وعيوني ليه تحرموني من النور والبصر؟ زي ما شلته زمان في قلبي ابني الصغير كبر، زي ما شفت في المنام كان حلم ولا خبر؟ جات النجوم تودعه ودموع السما مطر، وحبايبه شاهدين زفته وملايكة معاه في السفر. بيقولوا عليك هتعيش زي النجوم والقمر، وانا بصلي يوماتي وبدعي لك في وقت السحر. الكل بيحلفوا بروحك، عدوك هو اللي انكسر. وعزة الله يا بطل، وعزة الله يا بطل، دمك هو اللي انتصر، دمك هو اللي انتصر. طبعا يا صوت المرحوم محمد عبد المولى، كان القصيدة دي لما بيقولها الشيخ كل سعد والثقافة كانت دايما تعرف أول ما يسمعها، هي مؤثرة فعلا وكاتبها هو الحرفية وثانية يكون. طبعا احنا هنا كل أحباب محمد عبد المولى طبعا احنا هنا كلنا احباب محمد عبد المولى واصدقائه وسيدة سعاد. على فكره قال لك هم المنظروه تسال وليد بيه يعني. فالكلمه الان مع احد مفكريه وحبيبنا كلنا الدكتور علي جاد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الجمع الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعني وإياكم هذا اللقاء، لقاء نتذكر فيه سيرة من عاش بيننا والتقى بجمعنا وامتزجت الأرواح قبل أن تتلاقى الأجساد. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وصدق الله العظيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. جمعتني وأخي الأديب الفنان الراحل محمد عبد المولى طنطاوي صحبة التقت فيها الأرواح قبل أن تلتقي الأشباح. عندما كان يأتي إلى المسجد الذي أؤم فيه المصلين في صلاة الجمعة في الحي الرابع من 6 أكتوبر المجاورة السادسة، كان هذا هو موطن اللقاء الأول. تأكدت الصلة الروحية بهذا الرجل عندما لمست فيه روح الأخوة ونبل الأخلاق، وتعارفنا تجاذبنا أطراف الحديث بيننا. فعندما عرفته بأخي الكريم وأستاذ الفاضل المرحوم محمد عبد العال رحمه الله، الذي كان رئيسا لرابطة الأدب الحديث، وقلت له في فلان وفلان، فجاء وتعرف عليه، ومن هنا تأكدت الصلة واجتمع الروحان، روح الشيخ محمد عبد العال مع روح محمد عبد المولى، وجمعت بينهما أيضا صلات وقرابات. هذه الصلات وهذه القربى آتت ثمارها من خلال ما قدمه المرحوم محمد عبد المولى من نتاج أدبي وفني. أصدق ما يوصف به أديبنا الراحل وفناننا الكبير محمد عبد المولى، وأصدق ما يقال أنه أديب جمع بين الحس الديني والأدبي فيما قدم. جمع في عمله الأدبي حب دينه والإخلاص لوطنه والوفاء لإخوانه، وكما استمعنا إليه من خلال ما عرضه الأستاذ فايز من فقرات له من نتاجه الأدبي. وكنت أظن أن توجد هنا بعض المطبوعات لنذكر منها. وعندما قدم كتاب له اسمه المدائح والابتهالات وابتهالات تائب، طلب مني أن أقدم له بمقدمة، فكتبت مقدمة لهذا الكتاب، فلمست فيه هذه الروح الطيبة وهذه الروح الإيمانية التي تنبعث من إنسان يتمتع بحس ديني. فقد جمع بين الفن والأدب والدين، والعلاقة بينهم علاقة متصلة وشيجة تحققت في الأديب الراحل محمد عبد المولى طنطاوي، أسكنه الله فسيح جناته، وجمعنا معه في الفردوس الأعلى إن شاء الله، وجزاه عن دينه وعن وطنه وعن أمته وعن أسرته خير الجزاء. أسأل الله لي وله المغفرة وحسن اللقاء إن شاء الله في جنات عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أشكر إخوتي وزملائي وأصدقائي الكرام في رابطة الأدب الحديث على وفائهم الجميل
في أنهم أقاموا هذا اللقاء لنؤكد على ما كان يتحلى به أديبنا الراحل من أخلاق طيبة ومن صفات حميدة جعلت هذا الجمع يلتقي على محبته ولمودته وإخلاصه. نشكر الأستاذ فايز وإخوانه هنا في رابطة الأدب الحديث، ونشكر أخونا الكريم أسامة عيد وأخونا دكتور جمعة غريب والأستاذة سعاد على تجشمهم المتاعب، لكن الإخلاص والحب والوفاء هو الذي يقضي على هذه المتاعب. كما نذكر الأخ ندعي جزاه الله خير على إسهامات، نشكر أسرة المرحوم محمد عبد المولى على حضورهم وتشريفهم بين إخوانهم ليلمسوا بأنفسهم وما كان لهذا الرجل من حب في قلوب إخوانه. أسأل الله لنا ولكم القبول والعفو والعافية، وشكر الله لكم حسن استماعكم. أترك الفرصة لإخوتي وزملائي الكرام لعلهم يكونوا أيضا أقدر مني على الحديث عن شيخنا وعن نبينا الراحل محمد عبد المولى طنطاوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مع كتاب السلام. الحقيقة أنا الشعب أسامة عيد لأسرة طبعا بقدم تحياتي ودعائي بالصبر والسلام جميعا. وأنا حتى كتاب مصر عشان أنتوا لسه أول مرة تشوفوني ما اتقابلناش قبل كده، فالحقيقة ربنا كرمني كان له أبيات شعر حالا وأنا قاعد دلوقتي وأنا قاعد ربنا أكرمني ربنا اكرمني وانا قاعد دلوقتي كتبت له ابيات شعر. يا رب ربنا يبارك فيك. جزاك الله جزاك الله. رغم انه قالوا مات له ما بيننا ذكريات، مين هينسى قلب ابيض؟ مين هينسى عمر فات؟ مين هينسى لحظه حلوه؟ مين هينسى كان بشوش ولا شعره في الندوات؟ مين هينسى وشه نور لما جالنا من الحجاز؟ يومها قال لي كتير بعت لك يا حبيبي كمان بالذات، لما الخبر كمان وصل لي حزني جالي بالسكات، عشت أدري أيوة أدري عشت أقرأ له الآيات، كان محمد اسم نبينا وعبد المولى وله حسنات، هو عايش جوه قلبي كان حبيبي وقالوا مات. الله عليك. الله تسلم. مع الدكتور غريب جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الجمع الكريم، لقد جئنا إلى هنا لأداء شيء من حق هذا الرجل الفاضل المحترم رحمه الله، وعلى قصر التعارف به ربما أعرفه من سنة وسنة ونصف كثير، لكن كان رحمه الله أحبه من أول لقاء، لا تكلف فيه ولا لف ولا دوران،
وإنما تلمس فيه طبيعة سمحة ووجها بشوشا وطيبة لا تكلف فيها ولا اصطناع فيها رحمة الله عليه. وكان فيه روح دعاء أيضا. كنت أحيانا حينما ألاقيه أقول له مرحبا بأخي، فكان يبتسم. أقول له أما أنت فاسمك محمد عبد المولى وأنا اسمي غريب عبد المولى، إذا صرنا أخوين، وأنت محمد عبد المولى طنطاوي وأنا من طنطا، يبقى كمل. صحيح. رحمة الله عليه حقيقة على قصر الفترة اللي عرفت فيها، لكن له منزلة في النفس ومعزة، وأسأل الله أن يتقبل دعواتنا له. وأذكر من ضمن الدعابات بتاعته مرة بقول له إيه حكاية الراجل اللي كان معاه جنيه ومعاه لا مؤاخذة حمار أجلكم الله، وعايز ياكل هو والحمار ويتسلى. قال له احكيها لك. راح لواحد يسأله، أنا بقول له القصيطة تجاب شطار يعني. قال لي حاضر احكي لك. الراجل راح الجيزة يسأل حد محدش جاوب. طلع من الجيزة على المنيا يسأل، عايز ياكل والحمار ياكل وهو يتسلل لغاية ما وصل أسيوط. لا واحد أسيوطي يقول له أنا معايا جنيه واحد بس وعايز آكل والحمار ياكل وأتسلل. قال له بسيط. طب هتعمل إيه؟ قال له هجيب لك بطيخة. أنت هتاكل اللي هو البطيخة والحمار ياكل إيش؟ واللب تشربه وتتسلى به. كنت دائما إذا التقينا أذكر له الطرفة دي رحمة الله عليه. ثم كان الحقيقة أبرز ما فيه يعني صلته بالله عز وجل حقيقة. وسبحان الله لعلكم تلاحظون أنه في الفترة الأخيرة كان اتصاله بالله اتصال غريب. مظبوط. ومن هذا كلها حاجات غريبة. حتى أنا كنت يعني ما شاء الله إيه روحانيات دي وإيه اللي والله أنا يعني ما أعرفش يعني. سبحان الله دائما يحدثك عن الله، دائما يحدثك عن ده أعماله حتى تجد فيها النبرة الإيمانية أو النبرة الدينية واضحة جدا. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حسن الخاتمة ونزكيه على الله سبحانه وتعالى. وأنا داع فأمنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم وسع له في قبره ونور له فيه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. سبحانك أنت المجيب وأنت السميع. تقبل دعاءنا لهذا الأخ الكريم رحمه الله وبارك في أسرته وجزاه خيرا عن دينه وعن أسرته وعن أحبابه. ولا أحب أن أطيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
تقدم خالص عازي لأسرة المكتوم. كان أخ لينا شيلي جمال افتقدناه شويه يا عم جمال. كان أخ لينا وافتقدناه. ولما قلنا عنه أي كلام مش هنقدر نوفيه حقه. يوم ما تلقينا الخبر يمكن كل واحد فينا كان حاسس إن هو جزء من روحه بتتسحب منه. فكنا منتظرين أقرب لقاء يجمعنا بيه، لكن كده نتمنى إن يكون في أفضل مكان في الجنة. إحنا طبعا أغلبنا يمكن مش محضر كلمة، لكن الكلام اللي يطلع من القلب بيوصل للقلب. فرحمة الله عليه، وربنا يغفر له، وربنا يصبر الأسرة، وربنا يجمعنا بيه في خير اللقاء. وأشكر حضراتكم، وأشكر طبعا أسرتي أسرة الرابطة، وأشكركم جدا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الحقيقة أنا عمري ما كان عندي صعوبة إن أنا أتكلم في ندوة أو في موضوع قد النهاردة. بالذات ليه؟ لأن اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة صعب عليا أوي إن أنا كل ما بفتكر بيتي حتى والله بدمع. والله بدمع، لأن أنا عشت مع أستاذ محمد عمولة أحلى أيام. وكنت التقيت أول لقاء ليا حسيت في ألفة بتجمعني بالراجل ده. وكنا يعني قبل ما نروح أي حتة يكلمني الأول، هتروح هروح، مش هتروح مش هروح كده. فكنا منفصلين لبعض يعني. هذا الرجل أنا عمري ما شفت، أنا مش عارف أتكلم أقول إيه، بس أنا عمري ما شفت إنسان زي ده. على سنه كان طفل صغير، قلب ابيض قوي قوي قوي. كلمه واحده كان تفرح بيها وجميل، وكلمه ابسط كلمه ممكن ياخد على خطر. كان محب للناس كلها، كان قلب ابيض، كان يحب الخير، كريم، كرم لأبعد الحدود. روحه حلوه، حب الخير لكل الناس. انا كنت لما تتعامل معاه تحس انك بتتعامل مع قلب ابيض نظيف. مفيش بعد كده انسان ممكن تقابله في حياتك بالطريقه دي. طفل صغير، طفل والله العظيم. محمد عمولة طفل صغير، يعني ما بيجيش كلمه فيه. ابسط كلمه كانت تفرحها قوي، واقل كلمه كان بيزعل منها قوي. فربنا يرحمه يعني. انا افتقدته، ويوم ما جالي الخبر انا حسيت ان الدنيا مش مظبوطه قدامي. فربنا يرحمه ويسمحوا لي. هو في الفتره الاخيره كمان بصرف النظر عن اللي انا قلت ده كله، الكلام ده انا قلت عليه، انما الشق الديني عنده زي ما تناول الدكتور علي والدكتور غريب، الناحيه الدينيه عنده اللي كانت تغلب عليه. فهو فعلا انا كان بيعجبني فيه الاشعار والابتهالات الدينيه اللي كان دايما يقولها في الندوات. فاسمحوا لي اقول برضه بعض القصائد من ابتهالات كانت للأستاذ محمد عمولة الله يرحمه. لما طالت سنين زاد شوقي والحنين، وبقلب صادق أمين شفتك يا نور العين. سألوني العاشقين شفتك يا حبيبي فين؟ أنا شفتك في المنام، عزيز عالي المقام، بتصلي في المقام إمام للمسلمين. أنا شفتك في الكتاب، نورك فوق السحاب، ودعائك مستجاب، بتدعي يا تواب
الرحمة للعالمين والناس بتقول أمين. أنا شفتك يا إمام اسمك أعلى وسام، بتنادي بالسلام للعالم أجمعين والناس بتقول أمين. أنا شفتك يا نبينا في مكة والمدينة بتنشد الهمة فينا، وبنورك بتهدينا للإيمان واليقين والصراط المستقيم والناس بتقول أمين. أنا شفتك على الصراط في الجنة وفي الرياض، وحنين في القلب فاض لإمام المرسلين. يا رب صل وسلم على الصادق الأمين والناس بتقول أمين. أنا شفتك في القلوب وفي السماء مكتوب شفيع لمن يتوب، رؤوف بالمسلمين، رحيم بالمؤمنين والناس بتقول أمين. لما زاد الحنين شفتك يا نور العين، كان حلم ولا يقين ولا بشر السنين. يا رب توعدنا والناس والسامعين نزور المدينة ونصلي في الحرمين. قولوا معانا أمين، قولوا معانا أمين. من التالات دائرة الشاعر محمد عبد الله. شكرا. مش قادر اتكلم اكتر من كده لان فعلا عاجز ان انا مهما اتكلم مش هقدر اوفيه حقه. الله يرحمه، ربنا يرحمه يا رب، والله عفوه والله. شكرا والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يعني أنا مش هضيف جديد، كل الزملاء قالوا كل الكلام، ولكن أنا يعني لاحظت على الأستاذ محمد عبد الله عليه رحمة الله. أنا ما شفتش فترة طويلة، بشوف ركبات الأدب في المكان القديم عندنا في مصر. فأنا لاحظت عليه يعني الله يرحمه إن كان إنسان تلقائي، والشعر المفروض أن يكون منه ببساطة وفي انسياب دون تكلف ودون تصنع. بيخرج من قلبه كده على طول، فكان يؤثر فينا. ده اللي انا لاحظت عليه يعني. والمشوار رغم بساطته كان عميق، وهو كان انسان يعني بسيط كده وهادئ، والابيض الوجه ومريح في النظر اليه. هذه الحاجات اللي انا لاحظتها عليه عليه رحمه الله، رغم الفتره القليله اللي انا يعني فيها. فعليه رحمه الله، وربنا يغفر له ويولى برحمته ويجزيه خيرا عن شعره وعن فنه أمتع به الناس، وأريد أنه الصبر والسؤال. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الذي سأردت أن أتحدث عن المرحلة الفنية التشكيلية الشاعر محمد عبد المنعم، فإنني لن أستطيع أن أصفه رحمة الله عليه إلا بأنه كان رجلا مرحا متفائلا. محبا للحياة وللأحياء، وعلى الأخص زملائه وأصدقائه، ويحب وطنه وإنه كان دمس الخلق وشجاعا لا يتوانى عن تقديم يد المعونة لمن يطلب منه ذلك. فقد كان الشاعر محمد عبد المولى إلى جانب أنه شاعر فقد عشق فن الرسم، ويعمل في مجال الفن التشكيلي، فيرسم أغلفة الكتب والمجلات الأدبية ويشرف على طباعتها، وينطلق في أعماله عمق الشعور ولهافة الإحساس إلى جانب جمال الخطوط. وكانت السمة الغالبة على جميع سمات المرحوم الشاعر محمد عبد المولى محبته لأفراد أسرته ولعائلة ووطنه، فكان يمتلك مشاعر لا حدود لها تجاه أمه، ويذكرها ويصفها في الغالبية العظمى من أعماله، بل إنه كان في بعض المواقف يقيم حوارا بينه وبينها ويعتذر إليها إذا شعر بأنه قد أخطأ، ويذكر الأسباب التي جعلته يفعل ذلك ويدعوها أن تقبل اعتذاره. وقد كتب الشاعر محمد عبد المولى الكثير من الأعمال الأدبية، منها ديوان رسالة إلى أمه،
رسالة إلى أمي. مما يجعلني إن كل ذلك وغيره يجعلني أعتقد أن الشاعر الأستاذ محمد عبد المولى إنسانا محبا لأسرته ولوطنه، ونرجو من الله العلي القدير أن يرحمه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أسرته وعائلته الصبر والسلوان. وإننا إذا كنا قد فقدنا شاعرا وفنانا تشكيليا فإن عزاءنا أن أعماله سوف تظل باقية على مدى الأزمان وسوف تتناولها الأجيال جيلا بعد آخر. وأختتم هذه السطور القليلة التي لا تناسب فداحة الخط بأن أقول في الأبيات التالية: يا نفس لا تتمردي، فالعيش عيش الآخرة، كأس المنايا للعباد يدور مثل الساقية، يسعى إلى نزع الحياة من القلوب الصاغرة، كيف الهروب أو الفكاك من القبور الفاجرة، أفواهها بركان أسر للمنايا ناشرة، توجي بأرواح العباد وللعقول محيرة. رحم الله الشاعر الأستاذ محمد عبد المولى وتجاوز عن سيئاته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله في الصبر والسلوان. الأستاذ أحمد يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تحدثنا عن رجل كان صفاء ونقاء، كان صفحة بيضاء في حياتنا لم نرى منه إلا الخير والجود والكرم والحب والود، وهذا يرجع إلى نشأته في بيئة تعرف الله. أولا هو من مواليد أسيوط ومن أبناء أسيوط، وكان والده رجل من رجال العلم والتقوى رحمهم الله، وانتقل بعد ذلك إلى المنيا، وانتقل من أسيوط والده انتقل إلى المنيا بحكم عملي، فشرب أخي الحبيب من منابع أسيوط وتراعى في كرم وجود الله سبحانه وتعالى في المنيا. وكل بلد من بلاد الله سبحانه وتعالى لها خصائص ولها صفات، فشرب من هذه الينابيع وارتوى منها، ارتوى جزء كبير من أسيوط وجزء آخر من المنيا، وكل بلد من دول لها معيار في ميزان الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كريما جوادا سباقا للخير معطاء، لا ينتظر أحد، مجرد إحساسه بإخوانه وأحبائه يهرع ويهرول لقضاء مصالحه. ودي ميزة ما بيحطهاش إلا رب العزة سبحانه وتعالى في من يريد من خلقه، لأن الحب لا يباع في صيدليات ولا في سوبر ماركت، وإنما يأتي كما قال سيدنا الدكتور علي جاد الحق من الله سبحانه وتعالى، الأرواح والجنود المجندة. كان كريما
معطاء جوادا سباقا للخير، له الله خيرا وكان محب أهله ووطنه ودينه. يكفي هؤلاء المحب دينه، حب لله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وطنه، ثم نصرته. دول كافرين ان ربنا ينزل منزلا مباركا. اللهم انا نسالك ان تجعله في اعلى عليين مع الصديقين والشهداء والصالحين مع الابرار والاخيار. آمين. اللهم اغسله بالماء والبرد والسلق ونقيه من الذنوب والخلق كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. آمين. اجمعنا به على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقر مستودعا. امين. وتفضل انس. إذا تمام خير وبارك الله فيك واصلح الله لنا. مع ثالث ثلاثة محمد عبد المولى ومحمد عبد العال وابن أخو محمد عبد العال مع علي عبد العال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الله وسعيكم جميعا. وأنا كل ده بقول الأستاذ محمد عبد المولى معظم مقابلاتي به كانت من فضل الله عز وجل في محيط أكتوبر في المساجد. يعني كل ما أقدر يعني مثلا مسجد في محيط الحي الخامس أو الرابع ده كانت معظم مقابلاتي عليها رحمة الله. فنسأل الله عز وجل له المغفرة. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله وأرسله من الذنوب والخطايا بالثلج والماء والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أجبه دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أسكنه فسيح جناته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم صبر آله. اللهم صل على وصحبه وسلم. ارحمنا وارحم موتانا جميعا. وشكر الله لك. مع الأستاذ أحمد فتحي. مع الأستاذ أنا مش عارف أقول إيه في الموقف ده بصراحة. هو كان أخ أكبر، كان صديق، كان أستاذ. كنا ثلاثة، كنا أربعة وانضم لنا الخامس. تساقط الأوراق من الشجرة. الأستاذ محمد الغازي تساقط الأول، تساقط وبعدها تساقط الأستاذ محمود ولا يعلم الضرر على ذلك. لا إله إلا الله. هكذا الدنيا، هذه هي حال الدنيا. كنا نتقابل، نتدارس، نتعاون. كان أسلوبه بسيط سهل. الإسلام يعتبر غض إنسان متفائل متعاون جميل المعشر. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعله خيرا من أهله من خير من أهله. سلام مع الأستاذة ندى. لما صراحة أنا اتفاجئت أصدقائي كان دايما يصح يعني وجوده. وأنا كنت خاطرة طبعا مش سعادة ولا أي حاجة، حتى فيها فقدان.
غادر وجه مألوف من جلسات الفن، لحن بالعودة كأنه سرق من حياتنا. أتذكر في ذكرياتي رجل طيب مبتسم، ذكريات طيبة كنت أتعجب منه كثيرا، يعصف الصورة والكلمة في سارح الكلمات ترسم ألوانا خالدة. كيف أكتب الآن مثال رحيله وأنا أتذكر منه كأنه أمس، ما زال ملامحه مضيئة وحوائه عطر. لم أملك وقت لأخبره أن وجوده بجميل وغيابه حضور. حين وقع علي خبر وفاته قلت لن أراك بعد سفر الكريم، وهو غادر فيه غادرنا كلنا كأنه فعل بنا مفردا. نحتفل برمضان وهو يزور بيت الرحمن. على فكره استاذ محمد الله يرحمه كان دايما يوجه الموسيقى لندم وبيعلمها ازاي تبتدي حياتها، فكان تاثير معاه. عليه رحمه الله كان من افاضل الناس. وأستاذ فتحي جاد، أستاذ فتحي جاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. حقيقة لم أتشرف بلقاء هذا الرجل بهذه الصورة التي رأيتها في وجوه وفي ألسنة وفي قلوب هذه الوجوه النيرة، فالحق ما شهد به حقيقة يعني لم أتشرف كلكم عاشر هذا الرجل الطيب الذي أسمع عنه كل خير، من عاشره قليلا أو كثيرا، لكني أنا الوحيد الذي يعني للأسف أنا ما تشرفتش به، بس لقيت هذه الصورة الطيبة فده شيء يحصلني أكثر. يعني يا ريت إن أنا كنت قابلت هذا الرجل بهذه الصورة الطيبة اللي رسمتوها في مكينتي، وأحسبه عند الله إن شاء الله في الجنة، ولا نملك إلا أن ندعو له اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حزنا من الكفر. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، اللهم عامله بالإحسان لا بالميزان. اللهم اجعل قبره ولا نملك إلا أن ندعو له ولأسرته ولأهله ولأصحابه وأحبابه الأعزاء ولنا جميعا الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه والتابعين أجمعين. حقيقة رساء هذا الرجل أبسط ما نقدمه، وأنا بشكر الأستاذ كمال كرناش اللي بيسحبنا دائما في مجالس العلم، والمرحوم كان أحد هذه العلامة اللي حضرت له آخر لقاء عزانا محمد الراجل كان عاشق الرسول عليه الصلاة والسلام، عشقه في الدنيا فطلبه في الآخرة. نتمنى أن يكون جواره، اللهم أكرم نزله
وأرحمه وأسكنه في الفردوس الأعلى مع الشهداء والنبيين وخير أولئك والدقيقة وحسن أولئك الرفيقا. وألهم أهله الصبر والسلوان. فكرة تتفاني أستاذ محمد عبد المولى كان محب اللغة أوي وكان بيروح دائما. هو رحمة الله عليه بشوش ومحبوب بالناس كلها. شباك الجنين بيت الشباك يروح بيت الشباك ده مع الدكتورة سناء حسين. مع الدكتورة سناء حسين. انا ما اعرفش اتكلم. لا يرحمه والله يرحمه ويغفر له يا رب. انا ما اتقابلتش بيه الا مره واحده يعني، لكن ما شاء الله كان باين عليه يعني بشوش ومحبوب جدا جدا، فربنا يرحمه ويغفر له يا رب. استاذ ممدوح ايوه راح مقر القديم. بقول المقر القديم يبقى هنا. ما انا قلت له المقر الجديد فاتصل قال له هو داخل يصلي دلوقتي. قال له رب كانت ليا كان الاستاذ خالد يكلمه عشان يجيبه يعني. انت كلمه ليه؟ هات اسمه من هنا وانا اكلمه. ممدوح معاك في الدنيا. كلمه على اخر رقم معاك، اخر رقم كان احمد ممدوح حموده. ممدوح حموده الجامعه المحموده. خلاص خليك عارف. خليك انت شباب والشباب بين الشباب اعتذر رمضان. طيب احمد عبد المولى. سيد محمد عبد المولى كنت احب اضحك معاه لان انا صعيدي وطريقتنا في الصعيد، فبقول محمد عبد المولى يقول لي يا اخي محمد عبد المولى. محمد عبد المولى مولى ايه يا عم؟ ايه انا اقول السرير. السلام عليكم جميعا. الحقيقه انا عاجز عن الشكر على الندوه الجميله دي، ويمكن كلامكم الطيب هو اللي بيطبطب على قلبنا ويسلك صدرنا، سواء انا او والدتي او اختي الباشمهندسه ايمان. الحقيقه انا كان على طول اقول لبابا يا بابا انت تعبان، انت قلبك وجعك، ليه بتروح الندوه وانت تعبان ومشوار عليك من اكتوبر لفيصل؟ يقول لي يا ابني ده بيتي التاني، انا بروح وسط اخواتي. النهارده بس عرفت ليه كان بيجي. هو كان قلبه تعبه وكان يمكن مشوار شاق عليه من كم الجمال اللي حضراتكم القطوع النهارده وقلتوا والشعور الطيب اللي طلع منكم. وعايز اقول لكم الحقيقه يعني وفاه والدتي اللي مصبرني ومصبر اختي ومصبر اخواتي وامي، كميه حب الناس ليه على طول بيقولوا عليه حاجات انا لاول مره اعرفها، اعمال خيريه انا اول مره اعرفها، ما كانش ولا بيحكي لي عليها ولا بيحكي لوالدتي ولا بيتكلم عليها خالص. فطبعا انا مش قادر اقول كلمه قد اللي انا بس بشكركم على اليوم الجميل ده اللي فعلا طبطبتوا علينا بيه، اسلكتم صدورنا بيه. وبطلب منكم طلب بس ان انتوا على طول تفتكروه بالدعاء، تفتكروه بالفاتحه، تترحموا عليه. واتمنى يعني اللي يكون اعماله واشعاره من باب علم نافع ننتفع له، وباذن الله من باب اللي هو لا ينقطع عمل ادم الا من ثلاث، ومنهم علم نافع ننتفع له. باذن الله انا واختي الباشمهندسه ايمان هنجمع اعماله كلها في كتيب، وباذن الله انتم من اوائل الناس اللي هوزع عليهم الكتيب ده. يعني حتى بابا كان موصينا انا وإيمان، حتى كان على طول يقول لنا لو انا ما لحقتش اجمع الاعمال بتاعي في الكتاب ده وصيتي ليكم ان انتم تجمعوه.
فطبعا من اوائل الناس اللي هيبقى ليهم نسخ حضراتكم عشان كانوا بيعتبروا لكم اخواته. وبجد شكرا قوي على اليوم الجميل ده، وربنا يا رب يجمعنا على طول على خير وما يجمعناش على حاجه وحشه يا رب، وما نفقدش عزيز منكم خالص عشان كلكم كنتوا اعزاء على والدي، واللي عزيز على بابا او اللي بابا كان بيحبه وانا برضه بحبه بيبقى عزيز عليا برضه. فكلكم احبه ليا واعزاء ليا، وربنا يا رب ما اشوفش فيكم خالص حاجه وحشه ولا مكروه. وشكرا ليكم، وربنا يا رب يجازيكم كل خير على اليوم الجميل ده. انا عايز منك حاجه تحت امرك، كل فتره تيجي هنا اكيد ده طبعا يشرفني. النقطه الثانيه ان الندوه النهارده تنشرها باكثر من مكان طبعا. الاستاذ ممدوح حموده، الاستاذ محمد شرقاوي، غريب جمعه. الاستاذ ممدوح حموده، محمد شرقاوي، الدكتور غريب جمعه. الثلاثي اللي هم بتوع الادب الاسلامي. يعتذر محمد شرقاوي مع انه هو محمد شرقاوي مع انه هو صاحب الاقتراح. اوعى تنسوا موضوع التأثير محمد يقول ان شاء الله برنامج التأثير هو صاحب الفكره، لكن الظروف ما يرجع عنه. اعتذر، والاستاذ ممدوح جاي من هنا، ربنا يبارك فيه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فنحن في هذه الليلة نحتفل وندعو للمرحوم الأستاذ محمد عبد المولى صديق عزيزا علينا جميعا وأديبا وشاعرا وفنانا، فعظم الله سبحانه وتعالى أجرهم وأحسنوا لهم في هذه الليلة في تقديم الشاعر الكبير العزيز الأستاذ محمد عبد المولى الذي يعني صادفته وجلست معه وأعطاني بعضا من شعره في بعض أيام زمن يعني أنا أعرفه جيدا، فهو قريب إلى قلبي. فقدنا هذا الغالي العزيز الذي رحل عن دنيانا بكسل، إلا أن روحه ما زالت في قلوبنا وفي وجداننا بدعائنا له بالرحمة. فغفر الله له وألهمنا وألهم ذويه الصبر والصبران على الفراق، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فبنبض الحزن وبقلوب الحزن وقلوب المؤمنة بقضاء الله سبحانه وتعالى حزنا على فقيدنا الغالي الإنسان الكريم الشاعر الفنان الأستاذ محمد عبد المولى، تغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. فهذا هو يوم الوفاء تقديرا لمصيرته الإبداعية التي لا شك أنها تركت فينا أثرا وتركت فينا بصمة. إن لحظات العطاء كانت عند فقيدنا لا تتوقف، لذا نشعر بالحزن لفقدنا هذا الغالي العزيز جميعنا، أديبا فنانا شاعرا له بصمته لا شك، كان منهجا وخلقا. إن مشاركتنا في هذه الليلة فرصة للتكريم، فعلاقتنا به لم تكن هامشية، ولكن علاقة الحب والإخلاص والأدب والاحترام أثر فينا. من أجل ذلك كان حضورنا هذه الليلة، فكان قدوة
في أخلاقه وأدبه. لذلك حرصت على المشاركة بهذا الأديب الكريم. فالدنيا لا شك صفاتنا جميعا فهي كالماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال، والماء يذهب وكذلك الدنيا تذهب. المرء يطلب والمنية تطلبه، ويد الزمان تديره وتقلبه. ليس الحريص بزائد في رزقه، الله يقسم له ويسدده. فهذا الفقيد الغالي والأديب له مكانة كبيرة في قلوبنا جميعا. العلاقات الإنسانية هي ضرورة اجتماعية، ومؤازرة الأخ لأخيه واجب، والعزاء والسلوى لأصحابه وأهله من الواجبات. فنحن في هذه الليلة نجتمع وفاء لهذا الأديب والصديق العزيز الغالي المرحوم الأديب محمد عبد المولى. فإذا كنا قد فقدناه بجسده، إلا أن روحه الجميلة ما زالت في قلوبنا نتذكره ببشاشة وجهه وحسن أدبه ومزاياه الحسنة، أخلاقا صادقة وقلبا ينبض بالحب لأصدقائه. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، رحيل التفى وما أصعب رحيله. هكذا يرحل الطيبون دون إذن كريم طيبة. ألا أيها الموت الذي ليس تاركي، فقد أفنيت كل خليل. أراك مضرا بالذي تحبهم، كأنك تحلو نحوهم بدليل. فليس من السهل علينا أن نرثي عزيزا على قلوبنا. فالموت لا شك لا يبقي أحدا على هذه الأرض. فالناس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة أقرب ما فيها لا دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. إن الفقيد الغالي العزيز الأديب الأستاذ محمد عبد المولى رحمه الله سبحانه وتعالى فقد كان طيب القلب كريم السيرة، يا غاليا اختاره مولاه، وتركت فينا قلبا بائسا أواه. والله لو يعلم ما نحن فيه لرحمت فينا حزننا وأسانا. هذا الفقير الغالي العزيز الأستاذ محمد عبد المولى. رحل الأستاذ وترك لنا درسا لا يعوض. رحل الفنان وترك لنا لوحة الإبداع في لون ينور. رحل الأديب وترك لنا كلمات تظل قدوة
ستبقى في قلوبنا شمسا منور. وأختم بما قاله قص بن ساعدة الإيادي في خطبته الشهيرة التي قال فيها: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داد ونهار ساد، وسماء ذات أبراج، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا. ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرادوا بالمقام فأقاموا، أن تركوا هناك فأقاموا. أين الآباء وأين الأجداد وأين الفراعنة الشداد؟ اللهم اغفر لصديقنا وأدخله جنة يا رب العالمين مع الصديقين والصالحين والشهداء. حسن بذلك رفيقا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا بارك الله فيك وكرمك. رحم الله الاستاذ محمد عبد المولى. محمد عبد المولى. بلاش المولى دي يا استاذ فارس. ايوه بلاش المولى بيتسمى عندي. سمع اللي عبد المولى. عبد المولى الله يرحمه ويرحمه. كان محب لأهل النوبة، وكان بيروح جنينة الشباك، جنينة من الشباك. وعشان هو محب لأهل النوبة عايزين نسمع حاجة عن النوبة. إيه هي النوبة دي؟ فكلمنا باختصار الفتح ده. وكما أحب صاحب ذكرى هذه الليلة، كما أحب أهل النوبة، فنحن نحمل إليه إلى روح الطاهرة ودا بود وحبا بحب ودعاء له في الجنة والفردوس والأعلى من الجنة. النوبة مؤلفتها، نحن أهل النوبة تاريخيا ننسب إلى بوش ابن حام ابن نوح عليه السلام. وبوش هو أخو إسرائيل أخو الأصغر بوش إسرائيل ابن حام ابن نوح عليه السلام أبو المسلمين. فالنوبة كانت حضارة مستقلة بذاتها في جنوب مصر، من منطقة إسنا، يعني حاليا من منطقة إسنا إلى الجنوب حتى منطقة الخرطوم أو العاصمة الخرطوم في السودان. وفي بعض العصور الحضارة النوبية القديمة وصلت إلى وسط أوغندا حتى هذا أريتريا الصومال كينيا، وإلى الآن في قبائل النوبية موجودة، في أصولها النوبية موجودة في وسط أفريقيا. النوبيين عاشوا في منطقة هذه المنطقة اللي هي خط 22 كما تقول قرون طويلة عاشوا في هذه المنطقة، يتكلمون بلغة مختلفة عن اللغة الأوروبية أو الفصيلة القديمة، يتكلمون اللغة المروية القديمة النوبية نحن نتكلم بها لحد دلوقتي.
اليوميين كانوا يكتبون ويقرؤون باللغة النوبية حروف اسمها حروف مروية نسبة إلى مدينة مروي حضارة عاصمة الكوفة كانت انتقلت من نبتة إلى مروي حاليا مدينة سودانية موجودة لحد دلوقتي في شمال السودان. النوبية تفرعت منها عدة لغات أفريقية. اللغة النوبية انقسمت إلى عدة لغات، اللغات الهوسة في نيجيريا، الأمهرية في أثيوبيا، اللغة السواحلية في الصومال، في لغة الهدندوة في جنوب السودان. كل هذه اللغات اشتقت من اللغة النوبية أو المروية القديمة. وحاليا النوبيون قاعدين في منطقة ما بين جنوب مصر وشمال السودان اللي هي المحافظة أو المديرية الشمالية في السودان. قبيلتين بيتكلموا لغتين مختلفتين، اللغة الكنزية أو اللغة التركية أو اللغة الثانية اللغة النوبية. عند تقسيم سايكس بيكو 36 تم تقسيم مصر الحدود اللي هي معمولة في الخط عرض 22 جزء انتقل أو انتسب إلى مصر والجزء آخر في مدينة السودان. الاثنين نوبيين بيتكلموا لغة واحدة. بس الجنسية هي عاطفة، نوبيين مصريين ونوبيين سودانيين حسب التقسيم بتاع تقسيم الوطن العربي وتقسيم الوطن العربي بعد. طبعا كنا عايشين جنبا إلى جنب، كان يفصلنا ما بين النوبيين اللي في السودان حوالي 50 كيلو بالضبط رايحين جايين، إلى أن تم بناء السد العالي في 1964. انتقل النوبيين من جنوب مدينة أسوان إلى الشمال الشرقي داخل الصحراء. السد فكرة مش تعلية، مش السد العالي بس اللي عبر النوبيين، كان فيه هجرات بس هجرات بالعرض في بناء خزان أسوان ابتداء من 1902 1912. كل دي هجرات أثرت في المناطق النوبيين اللي هم اتهجروا من الضفاف حوالين. كل ما المية ترتفع الناس تبني بيوتها فوق الجبل ويطلعوا. بس ده في خزان أسوان التعلية الأولى والتعلية الثانية والتعلية الثالثة تم التهجير بالعرض، إلا إن عند بناء السد العالي سنة 1964 تم تهجير النوبيين من هذه المنطقة اللي حوالين جنوب مدينة أسوان إلى داخل الصحراء الغربية في وادي كوموم، مدينة قريبة من مدينة كوموم. العادات والتقاليد كانت مختلفة، العادات والتقاليد النوبية اللي هي يعني طقوس مختلفة كانت. طبعا النوبيين تأثروا لهم عادات وتقاليد مختلفة كانت طبعا للديانات. احنا النوبيين انتقلوا من المرحلة الوثنية في العهد الفرعوني إلى الوثنية إلى اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام. النوبيين أما كانوا بيدينوا بأي ديانة معظمهم يعني لم يكن هناك في عهد الوثنية كلهم وثنيين، في عهد اليهودية كلهم يهود. لما جاء العرب الديانة المسيحية جاءت الديانة المسيحية أصبحوا كلهم مسيحيين. الرسالة الإسلامية لما جاءت كلهم أصبحوا مسلمين، لا يوجد إذا هم جماعات انتقلوا من الديانة معظمهم كلهم. فالعادات والتقاليد
ابتدت تأثر الليبيين كانوا بيمارسوا بعض العادات اللي هي متوارثة من الديانات الأخرى. يعني دايما تغيير الديانة بيغير العبادة بسرعة، لكن ما بيغيرش العادة بسرعة. العادات والتقاليد بتفضل، والى الان في بعض العادات والتقاليد اللي موجوده كانت موجوده في قبل 64. العادات والتقاليد اللي كانت موجوده مرتبطه بديانات ما قبل الاسلام. هي عادات وتقاليد زي مثلا في طقوس المواليد، لما الطفل بيولد في النوبه القديمه، انا بتكلم على قبل 64، يعني دلوقتي العادات والتقاليد اختلفت، تطورت نظرا لارتباط النوبي بالنيل والنخيل. يعني كل العادات والتقاليد اللي كانت مرتبطه في النوبه كانت مرتبطه بالنيل. يعني لازم الطفل اول لما يتولد يذهبوا بيه الدايه القابله، الدايه تاخد الطفل تروح عند النيل تعبره، يعني ده موجود تغطسه. الغطاس ده من العهد المسيحي، وكانوا بيعملوا مركب من الورق ويمشوه في من العهد اليهودي، طقوس يهوديه او سيدنا موسى. يعني في العقل الجمعي مرتبط ب تابوت سيدنا موسى، بس دي اصبح عادات. ونظرا لبعد الناس السكان عاشوا في الصحراء الصغيره من فوق النيل، فالعادات والتقاليد بتختفي للاسف. لم يبقى من اللغه القديمه الا اللغه، وهذه اللغه برضه حتى في خطر انها تندثر او تنمحي. القراءه والكتابه. اول لغه كتبت هي اللغه النوبيه موجوده، الحروف المرويه القديمه موجوده، بس الفراسل بتاعتها لم تحدد. بس النوبيين في وقت من الاوقات كتبوا اللغه بتاعتهم بالحروف القبطيه القديمه، ثم بالهيروغليفيه، ثم باللغه اليونانيه القديمه، لان اليونان برضه هم احتلوا هذه المنطقه وفرضوا الحروف بتاعتهم. الى الان دلوقتي حاليا تم اكتشاف اخر برديه كتبت فيها اللغه النوبيه، وهي خليط مزيج ما بين الحروف اليونانيه القديمه والحروف القبطيه. فتم اعتماد هذه البرديه وتدريس اللغه النوبيه اللي احنا بنحاول ندرس بيها عشان نحفظ البقيه من اللغه النوبيه. فمش عايز اطول عليكم. لا، هو في حته هنا يا استاذ فايز انا عايز اوضحها، في حته هنا عايز اوضحها. اللغه الرسميه اللغه العربيه. لا في نقطه هنا عايز اوضحها، لان ما اعرفش استاذ عارف ولا لا، بس هو سنه 96 في عالم مصري راح يحضر دكتوراه في المانيا. ما هو ده اللي انت واخد بالك؟ فقالوا له انت جاي تحضر دكتوراه في مش عارف في علم كذا. طب انت راجل اساسا نوبي، طب تحضر الدكتوراه في اللغه النوبيه. الراجل اعتكف 5 سنين يا دكتور، وقعد اكتشف الحروف الاصليه للغه النوبيه وعمل بيها حاليا قاموس وبقى قاموس منتشر عالميا. اصبح اللغه بدل ما كانت بتقرا ولا تكتب اصبحت بتكتب وتقرا الان. هو طبعا في جزء من المعلومه صح. هو الدكتور سنه 97 بالظبط، الدكتور مختار خليل رفاره، ده قريبنا احنا، والحمد لله انا اتعلمت منه مباشره. هو اصلا استاذ في كليه الازهر جامعه القاهره، كان بيدرس في المانيا، الاستاذ بتاعه في المانيا. صح كده؟ الجزئيه هنصحح المعلومه شويه. هو متخصص في المصريات، هو دراسته في المصريات. فلما راح لالمانيا الدكتور بتاعه جاب له محضر له برديات تخص الحراره النسبيه الخارجيه، هو تخصصه. بس الدكتور الالماني نحى برديه وخلاها على جنب
فالدكتور مختار بيسال الدكتور الالماني استاذه بيقول له طب ما خليت الورقه دي ليه؟ البرديه دي خليتها على جنب. قال له البرديه دي لا تخصك، هو ما يعرفش ان ده لوني. قال له انت مجال تخصصك والبرديه دي ما تخصكش، دي لغه قديمه ومش هتفهمها. فقال له اقراها لي. فقرا بالصدفه هو لغي فهو فهم. قال له لا دي اللغه بتاعتي. فخلى الموضوع الرساله بتاعته وابتدى درس عليها والحمد يعني اللغه تكتب وتقرا واحنا الحمد لله انا خدتها منه وبنحاول ندرس اللغه الليبيه بهذه الحروف اللبنانيه اللي هي مختلفه خالص عن الحروف. فاشكر الاستاذ هذه المعلومه هي على شكل حروف يعني في اللغه المصريه القديمه للحروفيه ولا على شكل الحروف عباره عن الاشكال هي مزيد من اللغه الحروف اليونانيه القديمه الفا بيتا جاما دلتا ويمكن بتوع العلوم هيعرفوا بعض الحروف هي دلتا موجوده في بتوع الكيمياء يعرفوا والرياضيات الفا بيتا جاما دلتا ابسيلون كبا لمدا ميم الشكل طبعا الحروف زي اليونانيه القديمه على قال حول اللغة أظن على نعم حاجة ثانية ملحوظة صغيرة بس اللغة الليبية قبل 97 في سنة 73 تم استخدام اللغة الليبية كشفرة في بتاعتها شريف الحق حاجة مهمة جدا. ليه بقى مهمة اللي هو كان الحاجة دي ليها قصة دكتور ليها قصة دكتور. هو اللي كان بيحصل في الشفرة في الشفرة ما بين القوات بتاعتنا أي شفرة كانت بتتحل في إسرائيل اللغه العربيه واللغه فتم استخدام اللغة الليبية كان سبب فيها عمنا الله عم أحمد إدريس كان في سلاح الليبي هو كان في الإشارة فقال إن احنا نستغل اللغة الليبية بدل ما الحر طبعا ساعتها اللغة الليبية ما كانتش معروفة ما كانتش كانت تنطق بس شفاهها فيحطوا عسكري نوبي هذا عسكري نوبي يوصلوا المعلومات مباحث فاسرائيل ما قدرتش تفك الشفره فدي كانت دي يا دكتور كان ليها قصه ليها قصه مع عم احمد ادريس. عم احمد ادريس قاعد في وسط الضباط وهم بيكتشفوا. نسمع بعض يا جماعه نسمع بعض. احمد ادريس قاعد مع الضباط وهم بيحاولوا يدوروا على شفره عشان لما السادات يدي قرار حرب تبقى هي الشفره المستخدمه تضلل بيها العدو. فالضباط قاعدين فبيتكلموا احنا عملنا كذا شفره مش عارف ايه وهو كان صوت في الجيش ساعتها فقال لهم يا جماعه طب ما احنا نعمل شفره من اللغه الليبيه بألفاظ غير مفهومه ونتكلم فيها مع بعض وبالتالي اسرائيل ما تعرفهاش وما تعرفش معناها وما تعرفش تفكها. يعني ساعة الضرب اللي هي الضربة الأولى اضرب يعني باللغة الليبية هجوم. فاللي حصل بقى اللي حصل ان الضباط الكلام ده بيتكلم بذهب بالجرابي فالضباط لما وصلوا الكلام لوزير الدفاع وزير الدفاع بينقل بالصدفه الكلام لرئيس السادات فالسادات قال هاتوا الراجل ده هاتوه فراح قابل السادات بيقول له هو طبعا راح مش عارف الرئيس عايز ليه ففكر ان هو راح يتحاكم عمل مشكله وما يعرفهاش وبتاع ولانه واخدينه بطريقه ما فيهاش امان يعني هو حاسس انه ايه انه في حاجه غلط معموله فراح فالسادات قابله لا السادات قابله مقابله كويسه وبتاع قال له انت قلت فكره والفكره دي انا عايزها
قال له فكرة يا فندم، قال له كذا تعمل لغة نوبية شفرة بيننا عشان لما تبدأ الجيش نستخدمها. والسادات أمه نوبية أساسا. فقال له طيب يا فندم وبتاع وكلام. بس السادات ساعتها قال له جملة تضحك بقى. قال له الشفرة دي اللي هنعملها من اللغة النوبية دي تبقى بيني وبينك أنت بس، ولا وزير الدفاع يعرفها حد. ولو حد عرفها قبل 40 سنة اعرف إن أنا هعدمك في امتحانات. فخرج. ولذلك الشفرة دي ما اتعرفتش من 5-6 سنين. هو حكاها لعم دهب قبل ما يموت ب3 4 سنين. الحاج احمد شكرا. مولانا الشيخ الشعراوي نعم جه في مره بيتكلم على احمد شوقي في حلقاته الاسبوعيه في الجمعه بعد صلاه الجمعه. فقال سيدنا احمد شوقي. فالمريدين سالوه ايوه ليه سيدنا احمد شوقي؟ ايوه قال ان القصائد الدينيه اللي كتبها خلتني شفته في المنام وهو في الجنه. الله اكبر. وبيتنعم بيها في الجنه. الله اكبر. واخد بالك؟ نعم. على سبيل المثال بن عبقري لما يقول مثلا ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكن الشباب. واخد بالك؟ لما يجي يقول مثلا قل الزهراء قد جاوزت خضري بمدحك بيد ان هذه انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اكتست السحابه او اخترت السحابه. واخد بالك؟ اذا احنا عايزين نقول ان الاستاذ محمد عبد المولى كل الابتلاءات الدينيه دي ممكن تكون سبب كبير جدا في رحمته عند ربنا. ليه بقى؟ ليه؟ لان القران بيقول ايه؟ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فمن هنا الشاعر يحاسب نفسه. الشاعر اللي بيعيش بس للحب وللغزل والهيام او كلام الجنس او الكلام ده هيتحاسب عليه. الشاعر اللي بيبقى عنده جزء من كتاباته عن الوطنيه وعن الانتماء وعن مصر وعن الدين وعن الاسلام وعن نبي الاسلام ده بيكتب الحسنات. بس على فكره الاستاذ محمد عبد المولى الديوان الاول دي كان الديوان الاول لمحمد عبد المولى ابتهالات. وإن كان ولا كتبت المقدمه ليه وكتب له المقدمه. نعم. وكان هو محمد عبد المولى الغريبه فيه اللي ما كانش بيقتنع. يعني يعرض القصيدة على الدكتور جاد الحق. ده كبير. جزاك الله. انت في الأثر. وبعد كده يروح يعرضها على شاعر ثاني وهو برضه الأستاذ محمد عبد العال. وبعدين يجي يعرض على واحد زي حالاتي انا ماليش لازمه. يعني ما حدش يعرفني انا. يا عم محمد انت عرضت على الدكتور جاد الحق وعرضت على محمد عبد المولى على محمد عبد العال وجاي فين جعفر واخد بالك يقول لي بقول انا عايز كل واحد من رايه وانا في الاخر برضه ايه اشوف انا مسؤول كده واخد بالك عندك ولذلك ثالث حتى القصيده اول فيلم القصيده كان اخذ رواه المجمع البحوث الاسلاميه واخذ عليها موافقه. وجيت انا اعترضت على بيت فيها قال لي ده المجمع البحوث موافق عليها. قلت له على عيني وراس المجمع البحوث موافق عليها بس المجمع البحوث لما براجع اي عمل او اديله كتاب انا المجمع البحوث المجمع اهم حاجه عنده ايه؟ ياخد لك حتى التصويره بتاعت المجمع يقول لك ايه؟ غير مخالف للعقيده. دي التركيز الاساسي. يعني القصيده الشعريه اهم حاجه فيها مخالفه للعقيده ولا لا؟ ولذلك يعني برضه بالمناسبه الاستاذه مريم توفيق كانت عايزه تيجي الندوه النهارده وتعلمكم. والاستاذه مريم كان ليها كتاب وتكتبها كده دايما في مجمع البحوث. تقول انها مسيحيه. مسيحيه وهي الكتاب مجمع البحوث بيراجعوه لان توفيق الشيخ الازهر ورايا فبيراجعوه راحوا متصلين بيها. تعال معلش كتاب علم جميل وزي الفل بس معلش عشان تعقيد مسيحيه واحنا مسلمين. والكتاب هيتضخم عليه بصمه ايه؟ الازهر. الحته دي مخالفه العقيده الاسلاميه. مخالفه ايه؟ العقيده الاسلاميه. تتشاف. وفعلا انطاع
الاستاذ مريم الحكيم وشباب. لان احنا بالاسلام ما عندناش القيامه ولا عقيده الصلب والكلام ده كله، لكن العمل كله كان كويس. فجت الحته دي بسمتها متاثره بعقيدتها بالديانه بتاعتها ولا غيرها فتشال. فاهم حاجه عند المراجعه في المجمع السموحي انه ايه؟ لا يخالف العقيده. فمحمد عبد المولى القصيده غير مخالفه للعقيده، فالمجمع موافق عليه. وانا باين جعفر يعني زي ما تقول لا رحت ولا جيت، فقلت البيت ده ما عجبنيش، قال لي ما عجبكش عاد ما عجبك. تقدر تذكر لنا البيت ده يا استاذ فايز؟ تفتكروا البيت ده كان بيقول ايه؟ هو الموقع يا استاذ فايز مجمع اللغه العربيه او مجمع الدروس في الازهر، خلي بالك هو لما بيراجع زي ما انت بتقول اول حاجه مش بس مخالفه العقيده، لا ده بيراجع مخالفه العقيده وبيراجع الالفاظ واللغه، بيراجع مراجعه كامله. بدليل انا لما خدوا مني قصيده عبد الحليم محمود الله يرحمه فضيله الشيخ عبد الحليم العلوي، كنت انا بقولها في ندوه فضيله الشيخ عبد الحليم محمود انا كتب له قصيده معظمكم عارفها، فكنت بقولها في ندوه فلقيت رئيس مجمع الدروس الاسلاميه في الازهر كان موجود اكاديمي بالصدفه او مصنفه مكان، فقال لي احنا عايزين نسخه من القصيده تجيبها لنا عشان نرجعها ونحتفظ بيها. ورحت قابلت هناك الاستاذ محمد المعصراني زميلنا وكان من ضمن الناس اللي بتسجل حاجه على الاكيد وسجلت القصيده. وبعدين الاستاذ محمد الله يرحمه كان ليه ابتهالات بتغني يعني احنا عنده في اكتوبر وحاجات. لا الاستاذ محمد علي لحن له حاجه، وكان في واحد ثاني اظن من فرصه برضه لحن حاجه، لكن محمد يحيى محمد علي محمد يحيى وجمال لا في واحد ثاني اي حد لا مش هقول على العكس انت بس هو يعني الورقه عليه قول يا رب صلي. طيب لا ما هو بلاك عشان هو اصلا مقلوب. ايوه اشتغل مع واحد على صلى عليك الله يا سيدنا النبي يا رب بارك على محمد وآله وارضى يا رب على الرسول يا صاحبي يا رب صلي على محمد وآله صلى عليك الله يا سيدنا النبي يا رب بارك على محمد وآله وارضى يا رب على الرسول وصحبه يا رب صلي على محمد وآله واشفع لنا فتحت لواليه يا رب صلي على محمد وآله واشفع لنا يا رب فتحت لواليه حلو كده وهتمشي بقى البنى جميل. هي يعني محتاجه اللي يتبناها يبقى قاعد لوحده. يعني هي يا رب صلي على محمد وآله واشفع لنا يا رب تحت اللواء اللي بعد ايه دي كده دي هتقولها ازاي؟ ارضيه بس احنا نمسك ارضيه وانا اقول ارضيه يعني المجموعه دي كلها كده نمسك الارض الاولاني يا رب وانت تيجي داخل على الجوابات على طول وبعدين يعني ايه نقول احنا المقدمه بس هي بتقول بقى يا رب صل على محمد وآله نقول احنا ايه الحكايه صل على يا سيدنا تمام بس الحته دي وهو يقول ايه مثلا يا خير من على هي يقول صلى عليك الله يا سيدنا النبي يدخلوا الجواب ماشي كده لا بص يا شريف بص احنا صلى لا يا رب صلي عليك الله يا سيدنا ده انا اللي بقول لك جواب لا هو الجواب ولا الثانيه اللي عايز صوت عالي مين فيهم اللي عايز صوت عالي بس كلنا نقول يا رب صل على النبي يعني كل مره نقول كده
قررت تقول يا رب صل وسلم يبقى احنا نقول يا رب هو الجواب بس صح ماشي صلى عليك الله يا سيدنا النبي يا رب صل على محمد وآله وارضى يا رب على الرسول وصحبه يا رب صل على محمد وآله صلى عليك الله يا سيدنا النبي يا رب صل على محمد وآله وارضى يا رب على الرسول وصحبه يا رب صل على محمد وآله واشفع لنا يا رب تحت لوائه على محمد وآله صلى عليك الله يا سيدنا النبي يا رب على محمد وآله وارضى يا رب على الرسول وصحبه صح كده يا سجل؟ وعملت الفعاليات دي بقى كنت موجود انا واستاذ فايز في الاغنيه. بسم الله جزاكم الله خير. يا استاذ سعد قبل ما تمشي احنا هنقرا الفاتحه والاستاذ محمد ونختم الفقره دي بتاعت الاستاذ محمد عبد المنعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. أقول لكم ابتهال من ديوان ابتهالات تائب. رب لا أسألك رد القضاء، فمنك القضاء ومنا الثناء، ويمنعني أدبي وخلق الحياء، أناجي ربي بنهي ولاء، ولكن دعائي وكل الرجاء لطفا ورحمة عند البلاء. فإن كان مثلي عبد أساء فأنت الرحيم على من تشاء، وأنت السميع المجيب الدعاء، وأنت الكريم العظيم العطاء. فهب لي سلاما وقلبا براء يسبح بحمدك ملء السماء، ويزداد شكري وهذا وفاء، لأنك تملأ قلبي ضياء، وتمنح روحي ونفسي صفاء، ورضاك عني خير الجزاء. فزدني علما وزدني نقاء، وحسن الختام وطيب البقاء، وهذا عيشي كثير العناء، فهب لي نعيما عند اللقاء.